ورجعنا الأيام بقى التدبير والتوفير وازاي نمشوا نفسنا. طريقة عمل الرز أبو عدس اللي هو الرز الأصفر سهلة وبسيطة من غير أي افتكاسات، وهيطلع مفرول وهيطلع بصي مفلفل. بصي الرزاية والله الكاميرا ظلماه، كاميرا التليفون ظلماه. مع البيض طبعا عدد البيض زي ما انت عايزة، مع شوية سلطة خضراء، مع شوية بطاطس محمرة، مع حتة مخللة، وهتاكلي أحلى طبق عدس هتدوقيه في حياتك، وسهل وبسيط. يلا على الطريقه نشوف هنعمله ازاي. حبايبي طريقه العدس الاصفر اللي هو الكشري الاصفر مفيش اسهل من كده. حله على النار هنسيبوها، نحطها فيها معلقه سمنه او معلقتين زيت على حسب الموجود عندك. هنقطع بصلايه زي ما انت شايفه كده مكعبات، هننزله بيها. تمام، ندوها تقليبه كده عقبال ما تتشوح كده وتدبل. نروح نغسله الرز والعدس. هنا حبايبي جبت كيلو رز او على حسب الكميه اللي انت عايزاها، معاه كوبايه عدس او نص كوبايه عدس. ما تهدروش يعني، واحنا ناخد طعم كده ايه بسيط من العدس، مش حلاوته انك تزودي العدس قوي يعني. وبعدين الحاجه غاليه فتقدري تدبروا. وان شاء الله الايام الجايه هعمل لكم ميزانيه ان شاء الله وروتين كده يعجبكم باذن الله. بس ما تنسوش اختكم باللايك وتشجعوني. ندخلوا في وصفتنا. هنجيب كيلو عدس مع نص كوبايه كيلو رز مع نص كوبايه عدس، ونغسلوه 3 4 مرات. في بيقول لك العدس ما بيتغسلش، لا انا بغسله، بينزل النشا بتاعه، بحس ان الاكل نضيف كده. تمام، هنغسله غسله مرتين 3 ونرجعوا بقى نشوحوه على النار مع البصله اللي حطيناها. يلا بينا. اهم حبايبي بصي البصله خدت لون بسيط كده على النار. هننزله بالعدس دلوقتي على طول، العدس والرز. ليه بقى؟ لان انا هشوحه مع البصله، بيدي طعم ونكهه جميله. تمام، زي امهاتنا معودون يعني. طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. في 5 دقايق هتكوني عاملاه. تقليبه كده يتشوح بس مع البصله من غير اي افتكاسات ولا اي صعوبه ولا اي حاجه. حبيبي بعد ما شوحناه مع الرز دي مع البصله كده دقيقتين، هننزله البهار بتاعنا. مكعب مرق ممكن تستغنى عنه، على شويه فلفل اسمر، على شويه كمون، بينقلوه حته تانية خالص وبينكهوا كده. تبداي تنزلي كده بالبهار، البهار على حسب مزاجك يعني. تبداي برضو تديله تقليبه يتشوح برضو. في بقى بيحطوا البهارات دي في الاول مع البصلايه لما تاخد لون كده يشوحوها يعني، برضو بتدي نكهه جميله وبتتحمص كده بتبقى حلو. وناس بتعملها زي كده يعني، بيحطوا بعد ما الرز يتشوح. بصوا الرز اتفلفل وبقى شكله جميل ازاي. بصوا حلوه دي، حلوه الخطوه دي. تشوحي تنزلي برضو بالملح، ما تنسيش الملح بتاعنا اهي. وبعدين تنزلي بالميه بقى بتاعتك. الميه ملهاش معيار، الميه ملهاش معيار يعني. انا الازازه خلصت رحت مليتها دلوقتي. ملهاش معيار ازاي يا ام محمد؟ ملهاش معيار يعني على حسب. في ناس بتحب الرز مفلفل كده وطلع رزايه برزايتها، وناس بتحب الرز طري شويه قارب من المعجن يعني، بس هو بيبقاش معجن، بيبقى وسط. تمام، فالميه دي بمزاجك. عايزاه ان هو مفلفل كده تخلي زي ما انا عايزه كده، يا دوبك الميه مغطيه الايه الرزايه. طبعا كل رز بيختلف عن التاني. انا بجيب الرز الكياس ده فبيشرب ميه زياده عن الرز الفلاحي اللي هو بيبقى سايب عند العطار. تمام، فلو انت عايزه الرزايه مفلفله تحطي يا دوبك تغطي الميه حاجه بسيطه. عايزاها طريه شويه بتزودي معيار الميه عن كده نص كوبايه. هنسيبوه يستوي وهوريهولكم.